أرقام الأخطبوط مارسيل كولر مع النادي الأهلي منذ مجيئه للنادي الأهلي. كلنا شفنا كل التغييرات اللي عملها والتغيير الجذري اللي حصل مع اللعيبة، خصوصا مع محمد هاني ومع بيرسي تاو ومع حسين الشحات. كلنا شفنا الأداء الرهيب اللي لعب بيه النادي الأهلي من ساعة ما جه مارسيل كولر. تعال نشوف الأرقام بتاعته من ساعة ما تولى تدريب النادي الأهلي. لعب 60 مباراة في جميع البطولات، فاز منهم ب 44 مباراة، تعادل بس 11 مباراة، خسر 5 مباريات فقط. نسبة الفوز كانت 73% من 33. حافظ على نظافة الشباك بتاعته 38 مباراة، فاز 3 أهداف في جميع المباريات 14 مباراة، أحرز اللاعبين 111 هدف، استقبل شباكه 35 هدف، فاز بأربع أهداف في المباريات بأربع مباريات، حصل على 5 بطولات المحلية والقارية. مارسيل كولر أكثر فريق تسجيلا للأهداف في الدوري العام ب 63 هدف، أقل فريق استقبل أهداف ب 13 هدف، أكثر الفرق تحقيقا للشباك النظيفة ب 23 مباراة، أكثر الفرق تحقيقا للفوز 25 فوز، أقل الفرق هزيمة واحدة فقط. الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023 أعلى معدل تسجيل أهداف له في البطولة منذ بداية دور المجموعات حتى نهائي، حتى سجل 23 هدف في البطولة. مارسيل كولر عمل إنجاز عظيم مع النادي الأهلي، طفرة مش هتحصل تاني مع النادي الاهلي، وما شفناش الارقام ديت ولا التحقيقات ديت اللي ما حصل الا ما مارسيل كولر جه وجه اللعيبه صح للهدف، وحقق جميع البطولات: دوري ابطال افريقيا، كاس السوبر الافريقي، كاس السوبر المصري، الدوري، وان شاء الله كاس مصر حققه برضو. فاضل لنا بس نوصل لكاس العالم للانديه وناخد المركز الاول. والسلام عليكم.